ازيكم حبايب قلب، عاملين ايه؟ رجعنا لكم بفيديو جديد وشرح جديد من منصة وان اكسبت. النهاردة هنشرح ازاي تكسب من لعبة الطيارة 5000 جنيه في دقايق، يعني في اقل من 5 دقايق تكسب 5000 جنيه من لعبة الطيارة. تمام. قبل يا جماعة ما نخش في شرح النهاردة واستراتيجية النهاردة، عايزين نوضح لكم نقطتين. النقطة الأولانية إن إحنا عاملين مسابقة بقيمة 5000 جنيه، هنوزعها على 5 أشخاص. بس شروط المسابقة إن أنت تكون مسجل بالبرومو كود الخاص بينا ES124. لازما تكون مسجل حسابك، لازم حسابك يكون متسجل بالبرومو كود ده ES124، وتكون عامل اشتراك للقناة وسيب لنا رقم حسابك في جروب التليجرام، هتلاقوا الرابط في الوصف اسفل الفيديو. وكمان يا جماعه لما بتسجل بالبرومو كود ده وكمان ملفك الشخصي بريدك الالكتروني ورقم تليفونك، هينزل لك 500 جنيه هديه على طول. تمام. يلا يا جماعه نخش في شرح النهارده. علشان برضه يا جماعه الاستراتيجيه تشتغل معاك كويس لازم تكون مسجل بالبرومو كود ده. هنخش يا جماعه على لعبه الطياره، واحنا بادئين اهو معانا 30,000 جنيه. ماشي. هنجرب كده يا شباب، هنجرب كده ب200، هنجرب كده ب200، ونجرب كده اول حاجة ب200 كده، ونخلينا لحد 2. خلينا كده يا جماعة لحد 2. ماشي. حلو. ما نطمعش. قلنا هنسحب عند 2، يبقى نسحب عند 2، ما نزودش. ماشي. ب200 برضو تاني، وهنسحب برضو عند 2. احنا برضو احنا لسه داخلين اللعبة، بنجرب الطيارة بس كده، بنشوف هتضرب عند كام. عند 2 برضو يا شباب اهو. نسحب عند 2. حلو قوي، حلو قوي. طيب، بص يا جماعة، طول ما هي كده بتصل ل3، احنا اللعبة كده مش مستقرة. احنا عايزينها تضرب في الأول، عايزينها تضرب في الأول علشان نلعب واحنا مطمنين. يعني عايزينها تضرب تحت ال2 علشان نقدر نلعب واحنا مطمنين. هنسحب برضو عند 2. ماشي. حلو أوي. حلو. ماشي. خلينا برضو نخش برضو ب200 تاني. اه. نلعب براحتنا كده يا شباب. أهم حاجة ما تطمعش، هتطمع هتخسر كل اللي معاك. هتطمع هتخسر كل اللي معاك حبيب قلبي. هنسحب برضو عند 2. احنا عايزين تضرب تحت. اه. حطيت رقم عندك اسحب عنده، ما تقولش هتسحب عند 2 وتطمع وتصاب تطلع ل3 والكلام ده. اهو. نخش برضو ب200 تاني. نلعب كده براحتنا كده، ونكسب واحدة واحدة. اهو. نسحب عند 2 كده يا شباب اهو. لعبة سهلة وجميلة يا شباب. اهم حاجة بلاش نطمع خالص يا جماعة، بلاش نطمع. هتطمع هتخسر كل فلوسك. ماشي. حلو قوي قوي قوي. بص يا جماعة، لو هي وصلت ل10 كده، انصحك انت تخش اول دورين بعديهم. بس انا طبعا هدخل، بس انا انصحك لو وصلت ل10 او وصلت ل9 و8 ما تخش اول دورين بعديهم. بس انا طبعا ايه، هغامر شوية وهدخل، بس هسحب عند 1.5. حلو اوي الكلام ده. حلو اوي، دي اللي انا كنت مستنيها. هنخش ب500 وهنسحب عند 1.5. 500 ونسحب عند 1.5. ما نطلش ال2 يا جماعة. اهو. شفت انا قلت ايه؟ اول دورين بلاش ندخلهم. اول دورين بلاش ندخلهم يا جماعة. انا هدخل ب3000 وهسحب عند 1.5. قلنا يا جماعة ان اول دورين بعد ما تصل لل10 بلاش ندخلهم، ندخل من الدور التالت ونسحب عند 1.5. ماشي. حلو، مفيش مشكلة. انا هدخل يا جماعة بال8000 وهسحب عند 1.5. ماشي. نسحب عند 1.5. حلو قوي. ملحقتش للأسف. هدخل ب10 ونسحب برضو عند 1.5. ب10 وهسحب عند 1.5 اهو.
كسبنا يا شباب، خدنا 15000. خدنا 15000 يا جماعة. ماشي. طيب هدخل يا جماعة الدور ده ب5000 جنيه، هدخل الدور ده ب8000، وهسحب عند ال1.5 برضو. هي بقيلي فترة واقفة عند ال1.5، فانا هلعب وانا مطمن اهو. الدور ده انا واثق ان هو كان هيطلع يعني الاتنين، بس انا مش هدخله. ماشي. هدخل الدور ده ب1500. ماشي. وهضحي بيه وهطلعه لحد 2. هضحي بالدور ده وهطلعه لحد 2. يبقى انت اتعود دايما طول ما الطيارة وصلت ل10 او وصلت ل8 تسيب دورين 3 ادوار بعديها، وبعد كده اسحب اهو. شوف جميل اهي. شفت يعني عدى دورين 3 ادوار، وبعد كده العب، وبعد كده العب واصل. آه وبعد كده العب وصل عند 1.5 واسحب عند 1.5. بعد ما تعدي 5 ادوار اسحب عند 2، متخافش. ماشي اهو. دي برضه اسحبها عند 2 اهو. ماشي، مش مشكلة، مش مشكلة خالص. هلعب الدور ده 3000، وهسحب عندي ال1.5. ماشي يا جماعة، منسوش يا جماعة الناس كلها يا جماعة تسجل بالبرومو كود الخاص بينا. نسحب عند 2. يلا. حلو اوي 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 اهو. خدنا 5000. يبقى احنا كده يا جماعة كنا داخلين اللعبة معانا 30000، دلوقتي معانا 33900، يعني 34000. يعني كسبنا 4000 جنيه في 6 دقايق. تمام يا شباب. وانتظرونا يا جماعة فيديوهات وشرح جديد وثغرات جديدة على طول من منصة A1 XBet. وما تنسوش يا جماعة المسابقة اللي احنا عاملينها ان الناس كلها تسجل معانا بالبرومو كود الخاص بينا ES124. البرومو كود ده يا شباب هيديلك 500 جنيه هدية أول ما تسجل وتكمل بيانات ملفك الشخصي. وكمان احنا عاملين مسابقة الناس اللي مسجلة معانا بالبرومو كود ده هنوزع 5000 جنيه على 5 أشخاص، كل واحد 1000 جنيه. وانتظرونا يا جماعة في فيديوهات وشرح جديد يا جماعة كل يوم. والسلام عليكم ورحمة الله.